السلام عليكم ورحمة الله. كيف العادة في هذه الفيديوهات الأخيرة كنتكلموا على أفضل التشكيلات في الدوريات الخمسة الكبرى. بدينا بالدوري الإسباني، من بعد الدوري الإنجليزي. اليوم غادي نتكلموا على الكالتشيو، أفضل تشكيلة في الدوري الإيطالي الموسم 24-25. أول حاجة الرسم التكتيكي اللي كنعتمد عليه دائما هو 4-3-3. نبداو بحراسة المرمى. الحارس الصربي ميلينكوفيتش سافيتش كان هو افضل حارس في الدوري الايطالي هذا الموسم، نسبة التصديات ديالو كانت 76%، وتختار في تشكيلة الاسبوع 6 ديال المرات. بالنسبة للظهير الايمن دي لورينزو بطبيعة الحال من نابولي كان هو ابرز ظهير ايمن في الكالتشيو، ولو ان ما كانش بزاف ديال اللاعبين متألقين، كان دي لورينزو هو اكثر ظهير متألق في الدوري الايطالي. تختار في تشكيلة الاسبوع 7 ديال المرات، وسجل 2 ديال الاهداف، او عفوا سجل 3 ديال الاهداف وعطى 2 ديال الاسيست. بالنسبه للظهير الايسر دي ماركو، ما عرفتش علاش عدد كبير من الجماهير ولا كيقلل من دي ماركو من بعد المباراه ديالو مع لامين يامال. اي لاعب كيتراوغ، اي لاعب ممكن يوقع عليه هكا. بطبيعه الحال دي ماركو لاعب متميز، من افضل اظهره اليسار في العالم. ما يمكنش على مباراه واحده غادي نقصوا من دي ماركو. اهم حاجه ان دي ماركو متميز هجوميا ماشي دفاعيا. دي ماركو تختار في تشكيله الاسبوع 5 ديال المرات، وسجل 4 ديال الاهداف وقدم 7 ديال الاسيست. اما بالنسبه للمدافعين بطبيعه الحال لاعب كوسوفو امير رحماني لاعب نابولي قدم موسم ممتاز جدا. تختار في تشكيله الاسبوع 5 ديال المرات وسجل هدف وعطى 3 ديال الاسيست. بطبيعه الحال شكون غادي يكون حداه؟ شكون من غير باستوني، واحد من افضل المدافعين في العالم حاليا. تختار في تشكيله الاسبوع 5 ديال المرات وسجل هدف وعطى 5 ديال الاسيست. اما بالنسبه للوسط ما كاينش مشكل نهائيا، عندنا 3 ديال اللاعبين ديال الوسط كانوا متميزين على اغلب اللاعبين. اول واحد تركي هاكان تشانهانوغلو نجم الانتر، تختار في تشكيله الاسبوع 3 ديال المرات وسجل 5 ديال الاهداف وعطى 6 ديال الاسيست، وحاليا هو من افضل اللاعبين ديال الارتكاز. بطبيعه الحال كان اكتشاف ديال انزاغي انه يلعب في ارتكاز، من افضل اللاعبين ديال الارتكاز في العالم. اما بالنسبه للاعب وسط الثاني الهولندي تيجاني روندرز بطبيعه الحال بغاتو مانشستر سيتي، من افضل اللاعبين ديال الوسط في العالم. تختار في تشكيله الاسبوع 6 ديال المرات وسجل 10 ديال الاهداف وعطى 4 ديال الاسيست. بالنسبه للاعب وسط الثالث بطبيعه الحال هو الاسكتلندي سكوت ماكتوميني كان مفاجاه نابولي في هذا الموسم. تختار هو افضل لاعب في الدوري الايطالي. تختار تشكيله الاسبوع 4 ديال المرات وسجل 12 هدف وعطى 4 ديال الاسيست. اما بالنسبه للهجوم 3 ديال المهاجمين. الجناح الايمن الامريكي كريستيان بوليسيتش، بطبيعه الحال بوليسيتش كان من نقاط الضوء القليله ديال الميلان في هذا الموسم. تختار في تشكيله الاسبوع 5 ديال المرات وسجل 11 هدف وعطى 9 ديال الاسيست، يعني ساهم ب 20 هدف مع الميلان هذا الموسم. ميلان قدم موسم سيء، لكن بوليسيتش كان من احسن اللاعبين بطبيعه الحال مع تيجاني روندرز في الميلان. اما بالنسبه للجناح الايمن بطبيعه الحال هذا غادي يكون مفاجاه. علاش؟ لان ابرز جناح ايمن كاين في الدوري الايطالي هو لوكمان لاعب اتلانتا، ولكن انا اختاريت ماتيا زاكاني الايطالي لاعب لاتسيو، لانه كان هو الاداء ديالو ثابت على طول الموسم. كان افضل لاعب في لاتسيو. تختار في تشكيله الاسبوع 5 ديال المرات وسجل 8 ديال الاهداف وعطى 6 ديال الاسيست. بالنسبه للمهاجم بطبيعه الحال هداف الدوري ريتيغي هداف اتلانتا، تختار في تشكيله الاسبوع 10 ديال المرات وسجل 25 هدف وعطى 8 ديال الاسيست. هذه التشكيله ديالي. بطبيعه الحال غادي يكون عندك معايا بعض الاختلافات، نتمنى تكتبها في التعليقات. كان معكم عصام الهلالي، وكيف العاده الا كنتي كتشاهدني من اليوتيوب نتمنى تدعمني بلايك وباشتراك. اما الا كنتي كتشاهدني من الفيسبوك فمتابعه باش تشوف فيديوهات قادمه. والسلام عليكم ورحمه الله.